سلام، مساء الخير عليكم الزينات. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. ان شاء الله تلقاكم الله فيديو تاع اليوم بخير وبصحة جيدة يا رب. انا الحمد لله في نعمة، ربي يدومها عليا وعليكم ان شاء الله يا رب. الوصفة تاع نهار اليوم هي غراتا شوفلوغ بالدجاج. صراحة ألذ غراتا بالشوفلوغ، طيبتها وما راحش يجيكم فيها كامل الكو تاع الشوفلوغ. ولادكم رايحين ياكلوها، اكيد رايحين ياكلوها، ما راحش كامل يحسوا بالشوفلوغ. صراحة انا كانوا بنات اختي في الدار ما يحبوش الشوفلوغ، قالوا لي كامل ما ناكلوش. انا درت لهم غراتا هكذا، ودرت لهم في هكذا دي بتي غنكا باش كل واحد ولا لابار ديالو ياكلها. عطيتها لهم كلوها كامل. قلت لهم عجبتكم الكراتا؟ قالوا لي وي بزاف بنينه. ومن بعد كي قلت لهم بالشوفلوغ تخلعوا، قالوا لي ما كاش منها بيسك صح ما جاش البنه تاع الشوفلوغ. سيوها جربوها بهذه الطريقه لولادكم وان شاء الله رايحين يولوا ياكلوه لكم بهذه الطريقه شوفلوغ. نبداو الفيديو. قبل ما نبداوه نقول لكم نصليوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول لكم ما تنسونيش بالجام او كومنتير، بيسك هذيك الجام تاعكم هي اللي حطلع لا فيديو باش هكذا يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. نبدا. واش عندنا؟ عندي انا هنا راس تاع الشوفلوغ كامل درته. نيتوايتو كامل، قطعته درته يغلي في الماء والملح، ومن بعد خليته كي غلى لي قطرته. هنا رايحه نجوز نوجد لاصوص ديالي اللي راح نكمل نخدم بها. تقدروا اذا كان عندكم دجاج طايب في الدار ديروا غير دجاج طايب في الدار، ما كان لا تحتاجوش لاصوص. مي انا ما كانش عندي طايب، حبيت ندير له لاصوص باش هكذا يجيني لداخل طري وما يجينيش ناشف الكراتا ديالي. كان عندي نص صدر تاع الدجاج قطعته على اثنين، وكانت عندي حبه تاع بصل كيف قطعتها مربعات صغار. 3 فصوص تاع الثوم وورقة تاع الرند. درتهم في كاسرونة فيها الزيت، ورايحة نتبلهم بملح فلفل كحل، شوية تاع القرفة برك، شوية زنجبيل وراس الحانوت. رايحة نقليهم مليح، نخليهم يتقلاو. يعني صراحة راح يوجد لكم بالخف هذا الطبق تاع الكراتا تاعكم، وكما قلت لكم راح يجيكم بزاف بزاف بنين. هنا بعد ما تقلى لي شويه هذاك البصل، رايحه ندير له الزيتون. كنت قطعته دي بتيدي وراه شرائح هكذا قطعته، رايحه نزيد نديرو يتقلى معاه. وهنا كان طابلي هذاك الشوفلوغ ديالي درتو يتقطر، خلوه قطروه مليح باش هكذا نقدروا بعدا حبيتو ترحيوه، حبيتو تبسطو، حبيتو تخلوه هكاك تفتفتوه برك شويه بيديكم. انا هنا بعد ما تقلوا لي كامل المكونات تاعي مليح، رايحه ندير لهم النمره قبل ما سخون باش هكذا يطيب لي ذاك الدجاج ديالي. وديروا خلوه يطيب لكم فاقلكم، لانه على بالكم باللي الماكله قد ما طابت فاقلها وبالهدو راح تجيكم بنينه. هنا بعد ما طاب لي هذاك الدجاج ديالي رايحه نصفيه من المرقه، هذيك المرقه كامله نحيها باش نخليها ومن بعد نحتاجها. وهذوك الدجاج رايحه نحيه لي مورسو ديالي تاع الدجاج نقطع نفتتو. حبيتو تفتفتوه بيديكم، حبيتو تقطعوه بالموس كيما حبيتو. هنا نحيت هذاك الصدر تاعي تاع الصدر تاع الدجاج، ورايحه جوست قلت لكم نفتفتو هكا بسبعتيه. ومن بعد نخليه جانبا. نروح دوكا لهذاك الشوفلوغ ديالي اللي كنت شوفوا كيفاش هكا وسيتو جست شويه كيما راني وسيت دوكا بالمغرف ولا بالفرشيطه كيما حبيتو. انا حبيت نخليه شويه هكذا باين تاع الشوفلوغ، حبيتو باش ما يبينكمش كامل. بسطوه بالفرشات ديالكم. ضفت له هنا داك الدجاج ديالي، ورايحه نضيف له هذاك الزيتون مع البصل اللي كنت صفيتهم من ديك المرقه. نخلطهم مليح، ومن بعد نخليهم ابار. نجوز لهذيك لاصوص ديالي. لاصوص واش رايحه نضيف لها 5 فخوماج بونسيون تاع المثلثات، ونضيف لها نص كاس تاع الحليب. اذا كان عندكم كريم فريش من الافضل، ما كانش عندكم انا درته بالحليب، ما كانش عندي لا كريم فريش. درت نص كاس كريم فريش، ورايحه نضيف لهم ضيفي لهم 3 حبات تاع البيض. انا هنا كانوا عندي 2 حبات ونص، نص كنت خدمت بها ونص زدت درتها هنايا. ومن بعد رايحه نميكسيهم مليح وتقدر بالبغا ميكسور. تقدروا تضيفوا شويه ملح شويه فلفل كحل. انا قلت لكم ما ضفتش لانه لاصوص ديالي سيبو قيسها في الملح.
رايحه هنايا نضيف هذيك لافاس ديالي، نضيف لها عفوا الخليط تاع الدجاج والشوفلوغ، رايحه نضيف لها شويه تاع المعدنوس ونضيفها ونديرها لداخل المول تاع الزجاج، دهنوه بالزبده بالمارغرين. واذا كان عندكم ديغام كا انديفيديوال صغار تقدروا ديروا فيهم. انا درت 3 هكا انديفيديوال، ومن بعد وليت شونجيت البلا ديالي بيسك هذاك شتيو جاني بزاف كبير، درت بلا واحد اخر. ومن بعد رايحه نشد هذيك لاصوص ديالي اللي كنت درت لها البيض والحليب والفرomاج، رايحه نفرغها لداخل هاد الليمون اللي عندي. مي انايا هنايا كنت درت يعني لاصوص كانت عندي، كانت درت بالزياده. سيو نتوما كي طيبوا الدجاج خلوه يشرب شويه ديك المرقه ديالو باش ما يقعد لكمش بزاف وتجيكم سوا لاصوص. انا قلت لكم هنا كانت بزياده، ومن بعد درت لها كيما يقولوا اعاده تدوير. ومن بعد ليسونسيال قلت لكم درت لهم كامل هاد لي غامكا الصغار تاع انديفيديال اللي قلت لكم كنت درتهم لبنات اختي. وهذاك الكبير درته للدار كامل. صراحه كلوه كامل ما قعدش. قلت لكم جا صح بنين وجا ماشي ناشف، جا طري وما تجيش كامل الكو تاع الشوفلوغ فيه. ومن بعد هنا بعد ما درت لهم هذيك لاصوص درت لهم الفرomاج رابي من الفوق. حبيتوا تزيدوا ديروا الفرomاج تاع المثلثات ولا واش حبيتوا ديروا من الفوق. ومن بعد رايحه ندخلهم للكوشه يتحمروا لي من التحت يتشربوا شويه، ومن بعد نزيد نشعلهم من الفوق باش يتحمروا لي من الفوق، ويكون طبق تاعنا تاع نهار اليوم اللي كنت وجدته لكم واجد نشوفه في طاوله التقديم. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. كما قلت لكم قراطه شوفلوغ تجي بزاف بنينه، ولادكم صح رايحين ياكلوه. جربوه بهذه الطريقه وان شاء الله يعجبكم، ونكون فتكم بهذه الوصفه. على بالي بيسك الاغلبيه ما يحبوش ياكلوا الشوفلوغ، انا ثاني ما نحبش ناكلو هكا بزاف. مي كي يكون هكذا غاتا يكون مقلي ناكلو. يعني الشوفلوغ تقريبا كامل شويه ما نحبوش بزاف. هنا هاوليك البلا هذاك اللي قلت لكم درتو كبير، ومن بعد تالمو كان زربني الوقت ما خليتوش تشرب مليح لاصوص ديالو هذيك. مي جا بزاف بنين. راني نزوخ. صراحة على حسب اللي كلاوه، ماشي راني نزوخ، انا راني نزوخ بروحي. كي كلاوه هما ذاقوه قالوا لي صح جا بنين. ومن بعد هنايا هذاك الصغير هذاك تاع اللي بنقطه ديالو كنت درتو ليا مع عصره تاع القارص. صراحه الشوفلور مع العصره تاع القارص يجي بزاف بنين، يجي بنين. وهاولي كيفاش جا ماشي ناشف لداخل كيما يقولوا شامخ، ماشي اللي تاكليه ما تستبنيهش ويجيكم ناشف. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم ونكون فتكم بفكره تاع الكراطه تاع الشوفلوغ باش ديروها لوليداتكم ان شاء الله هكذا يولوا يحبوا ياكلوه لكم. نتلاقاو فيديوهات الجايين ان شاء الله، وما تنسونيش بجامو كومونتير اللي لحقت لهنا لا فيديو تكمل لي بجامو كومونتير. تهلاو في روحكم بزاف. سلام.